بعد طرد الحريف من التدريبات، قناة الأهلي تفتح النار على تصرف ريبيرو وتحذره. أكد الإعلامي أحمد شوبير أن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي طالب الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق بضرورة إشراك أحمد عبد القادر في التدريبات الجماعية خلال الفترة الحالية، باعتباره أن ذلك حق أصيل للاعب. وقال شوبير عبر قناة الأهلي: محمد يوسف تحدث مع روبيرو بشكل مباشر وأكد له أن عبد القادر يجب أن يتدرب مع الفريق لأنه حقه الطبيعي بغض النظر عن أي قرارات مستقبلية تخص مسيرته. وأضاف من خلال قناة النادي الأهلي: وأكد أن مشاركة عبد القادر في التدريبات أمر واجب، والجماهير يجب ألا تغضب منه بل تمنحه فرصة ليكون ضمن حسابات الجهاز الفني. قد يفاجئ الجميع ويصبح أحد نجوم الفريق، لكن أن يظل لاعبا في القائمة ولا ينزل الملعب فهذا يفتقد للعدالة. كما أوضح شوبير أن هناك شائعات ترددت مؤخرا حول تلقي الأهلي عرضا من أحد أندية الدوري الليبي للتعاقد مع عبد القادر، إلا أن مصدرا مسؤولا داخل القلعة الحمراء نفى صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلا، مؤكدا أن اللاعب لم يتلقى أي عروض رسمية في الوقت الراهن. وتأتي هذه التطورات في ظل حالة الجدل التي صاحبت استبعاد عبد القادر من المشاركة مع الأهلي في المباريات الماضية رغم جاهزيته البدنية والفنية، وهو ما دفع الإدارة الرياضية للتدخل بهدف إعادة اللاعب إلى أجواء الفريق والحفاظ على معنوياته مرتفعة. وتترقب جماهير الأهلي قرار الجهاز الفني خلال الأيام المقبلة لمعرفة ما إذا كان عبد القادر سيعود إلى التدريبات والمشاركة في المباريات، أما أن الأزمة ستظل قائمة حتى فترة الانتقالات المقبلة. تصرف لم يحدث في عهد موسيماني وكولر. طلب خوسيه ريبيرو يصدم إدارة الأهلي. تشهد فترة الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي العديد من المستجدات في ظل عدم استقرار التجربة حتى الآن، وهناك غضب كبير من جانب البعض داخل إدارة النادي الأهلي بسبب رغبة الأسباني خوسيه ريبيرو في إقامة المران في تمام الساعة 10:30 صباحا. ويرى البعض داخل النادي الأهلي أن المدير الفني معتاد على التدريب في هذه الأجواء، خاصة بعد تجربته السابقة مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، في حين هناك تحفظ شديد وشكوى رسمية من جانب كم كبير من اللاعبين والبعض داخل جهاز الكرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يعوق اللاعبين في الوصول إلى الفورمة الفنية المطلوبة. ويتعرض خوسيه ريبيرو إلى ضغط شديد من أجل تعديل موعد التدريبات في النادي الأهلي، خاصة أن الفريق الأحمر يلعب مبارياته في 9 مساء بتوقيت القاهرة، ولا يوجد ما يستدعي إقامة التدريبات في هذا التوقيت المبكر. وحتى الآن يحاول ريبيرو إقناع الإدارة واللاعبين بأهمية التدريب صباحا وتحدي الأجواء الحارة، ولكن هناك تحفظ بحجة عدم التعود على هذه الإجراء مع الأجهزة الفنية السابقة مثل مارسيل كولر المدير الفني السويسري أو بيتسو موسيماني الذي قد سبق وتولى قيادة صن داونز ولكن لم يدرب الفريق في هذه الأجواء الحارة في القاهرة خلال الوقت الحالي. ويعاني النادي الأهلي في فترة الأسباني خوسيه ريبيرو من عدم استقرار النتائج تحت قيادته، حيث تولى قيادة الفريق الأحمر في 4 مباريات وحقق الفريق 3 تعادلات وخسر في لقاء. ويستعد النادي الأهلي تحت قيادة خوسيه ريبيرو لخوض مواجهة فاركو في الجولة الثانية بطولة الدوري، ويقام اللقاء يوم الجمعة القادم في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.